دلوقتي يا دكتور احمد قلت ان احنا الكيتون بادز دي تمام جايه بسبب ان عاوزين السكر مش موجود وكده. تمام. احنا مرضى السكر عندهم السكر عالي اصلا. صح جميل. تمام. يعني هو عنده سكر عالي، فاذا عنده سكر فليه بقى بيتكون اسيدوزيس برضه؟ مهم جدا. احنا قلنا ان جسمي بيروح للاديبوس تيشو او النسيج الدهني عشان يكون طاقه عشان هو مش لاقي سكر. طب هو فعلا السؤال ده مهم. انا عندي في مرضى السكر عنده هايبر جلايسيميا، هو عنده اصلا زياده في السكر. تلاقي السكر العشوائي طالع 300، تلاقيه طالع 400، تلاقي الصايم الفاطر فوق ال 110 140، فهو عنده كميه سكر كبيره جدا. طب ايه اللي خلاه يروح يحلل النسيج الدهني علشان يعمل طاقه وبالتالي ينتج العوادم الضاره دي؟ ما هو انت لو فاكر النوعين بتوع التايب 1 وتايب 2 بتاع الدايابيتس، اللي عندك نوعين سكر. التايب 1 دايابيتس اللي هو الاندبندنت انسولين، بيعتمد على الانسولين، ده نوع من السكر، مرضى السكر اللي ما عندوش انسولين خالص، جسمه ما بيكونش انسولين خالص في النوع تايب 1 ده. فبالتالي انا عندي سكر بس جسمه ما عندوش الحاجه اللي تخلي السكر يدخل الخليه. لو انت فاهم وفاكر السكر زي ما شرحناه كتير قبل كده، تبقى عارف ان انا عندي خليه بيتا اللي هي في البنكرياس تفرز الانسولين. الانسولين ده هو دوره يروح على الخليه دي عليها زي مستقبل، عامله زي المفتاح والقفل. انا عندي الانسولين هو المفتاح بتاع القفل بتاع الخلايا بتاع جسمنا كلها. يقوم جاي المفتاح اللي هو الانسولين يقول للخليه افتحي، لما يمسك فيها فيدخل السكر للخلايا فتحلله وتعمل طاقه. فانا عندي سكر في مريض السكر. طيب تايب 2 برضه، تايب 2 عنده انسولين بس عنده حاجه اسمها مقاومه للانسولين، جسمه وليكن فيه اجسام مضاده ماسكه في الريسبتور في المستقبلات اللي موجوده على سطح الخلايا، فالانسولين موجود بكميه بسيطه او كميه معقوله او كميه منخفضه بس موجود. بس الانسولين يجي يروح على سطح الخليه في المستقبل يلاقي في جسم مضاد موجود على سطح الخليه فمش عارف يمسك، فمش هيخلي الخليه تفتح، فبرضه مش عارف يستهلك الجلوكوز. ففي الحالتين بتوع مرضى السكر اللي احنا قلنا عليهم، هو عنده هايبر جلايسيميا، عنده سكر عالي بس جسمه مش عارف يدخل السكر الخلايا ولا يحرقه علشان يكون الطاقه، وبالتالي الجسم بيروح فين؟ يروح برضه على الاديبوس تيشو فيعمل كيتون بادز، فبيعمل كيتو يوريا ويعمل اسيدوزس اللي هي قلنا عليها ميتابوليك اسيدوزس. طب انا اكتشفها ازاي دي؟ ابسط حاجه عشان نكتشفها في المعمل، لما اجي اعمل يورين تحليل بول بلاقي عنده كيتون بادز، وغالبا هتلاقي عنده في البول جلوكوز طالع بلس 2 بلس 3، جلوكوز عالي جدا، وهتلاقي طالع معاه الكيتون بادز. انت كده فهمت الكيتون بادز جت منين ولا ما فهمتش؟ فهمت. طيب فهمت بقى ايه علاقه السكر بالرغم ان هو هايبر جلايسيميا يعني ذات السكر عالي ومع ذلك في كيتون بادز؟ علشان ايه؟ عشان هو